حبايب هالة، النهاردة بقى هنعمل أحلى فرخة ممكن تعمليها وهتعتمديها. خليكي مع هالة كده عشان تشوفي كل طريقة حلوة وجميلة ووصفة هالة بتقدمها. معانا بقى يا حبيبة قلبي فرخة، هنقطعها بقى زي ما انتوا عايزين، 8 6 4، دي حسب رغبتكم. أنا هنا قطعتها يا حبيبة قلبي 8 قطع، الورك 2 والصدر 2. فيا حبيبة قلبي هنا معانا بقى التوابل. معايا هنا مكعبين وكمون وفلفل اسمر وبهارات فراخ وكزبرة، ومعانا هنا بصلاية وطماطميتين وقرنين فلفل واحد وقرن شطة اخضر حسب رغبتك، بارد او حامي. هنيجي بقى بالكبة بتاعتنا الجميلة دي وهننزل فيها اول خلاط، مفيش اي مشكلة. عندك خلاط مفيش اي مشكلة، بس حطي بقى الطماطم وانت بتعملي في الخلاط الاول، وحطي معاهم نص كوباية خل صغيرة. وقطعي بقى يا حبيبة قلب بصلتك الجميلة دي، وما تنسيش زي ما قلت لك كل مرة وانت بتطبخي دي منجم حسنات. طبعا هنستغفر ونصلي على الرسول عشان الاكل يكون فيه بركة. هنمسك بقى يا حبيبة قلبي التوابل بتاعتنا بعد ما قطعنا الخضار بتاعنا الجميل، وهنضربه في الكبة، وهنحط معلقتين خل. لو هتعملي في الخلاط كتري الخل شوية عشان الخلاط ما يقفش معاكي. هنا كنت نسيت اقول لكم انه في توم، حطيت 3 4 فصوص توم كده. هنا بقى الحاجة اللي هتخليها لك زي العسل وطعمها ما فيش بعد كده، مكعبين السمنة دول يا جماعة. دول مادة دهنية هيدوا الفراخ طعم ولا احلى ولا اطعم من كده. بحبكم في الله، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتكتبوا لي تعليقاتكم الجميله اللي انا بحبها دي. هنمسك بقى يا حبيبه قلب الفراخ نقطعها كده عشان كل التتبيله تدخل كده وتتغلغل فيها وتبقى كده حاجه جميله زي ما انت شايفه. ما تنسيش برضو، دي فرصة ان احنا نصلي كتير على الرسول ودايما نصلي ونستغفر. دي انت واقفة في المطبخ، دي ملكة في المطبخ بتاعك، ولا حد معاكي ولا حد شايفك. تفضلي كده تاخدي حسنات، وكمان الاكل هيبقى فيه بركه. خلصنا حاجتنا كلها. معلش بقى حاطه لكم الرجول دي عشان الفراخ دي من عندي بصراحه، فهي بتبقى كده حاجه حلوه بحطها مع الاكل. فيا حبيبه قلبي هتفضلي بقى تحط كده وتقلبي وتحطي وتقلبي كده زي ما انت شايفه كده بالمعلقه بتاعتك الجميله او بايدك حسب ما انت عاوزه. وتفضلي يا حبيبة قلبي كده تقلبي فيها وتشربي كل قطعة التتبيلة اللي احنا عاملينها الجميلة دي. على فكرة الحبيبات دي الزبدة اللي احنا حاطينها دلوقتي هتسيح في قلب اللحمة كده وهتبقى حاجة جميلة جدا. هنجيب الصينية بتاعتنا الجميلة دي وهنحط الفراخ. خليكي معايا لان في لسه خطوة هنعملها كمان شوية. هنحط كمان حاجات هتشوفيها. هنرص بقى يا حبيبة قلبي حاجات في الصينية كده زي ما انتوا شايفين من غير ما ندهن الصينية اي حاجة، لان احنا حاطين زبدة في الوصفة. وكمان ابو احط معلقتين زيت عشان بتديها لون حلو. بصوا بقى، انا مش هحط الصينيه كده على الفرن على الفاضي، لا، انا هجيب بقى بطاطستين كده حلوين وجزرتين وقرن فلفل، ونحط معلقتين من التتبيله اللي احنا كنا شايلينها ونقلبهم كده مع الخضروات والبصل. ما تحطيش طماطم لان الوصفه فيها اللي هناك طماطم، وانا مش عايزاها تنزل سوائل كتير عشان وهي بتتشوي كده تاخد لون وطعم جميل. شايفين كده؟ هتفضلي تقلبي تقلبي يا حبيبه قلبي وتيجي حطها من فوق، مش عشان تاخد عشان ما تحطهاش في قعر الصينيه، حطها فوق الفرخه من فوق. هي كده كده هتلاقيها كده وهي بتستوي. كل ما تهز الصينيه كده هتتجنب كده يمين وشمال. انا مش عايزاها في قعر الصينيه عشان عايزه الفراخ تاخد لون من تحت كمان. هتفضلي يا حبيبه قلبي كده تهزي في الصينيه كده لحد ما توزعي البطاطس والخضار ده. انا قلت فرصه، لو انتوا مش عايزين خضار براحتكم، بس انا قلت فرصه بقى كده داخله الفرن، فاللي ياكل حته فرخه ياكل معاها الخضار. والله الخضار اتاكل قبل الفرخه وكانت حاجه جميله. شايفين بقى الجمال؟ مفيش احلى من كده. عارفين العيش اللي هناك ده انا عاملاه. لو عايزين الوصفه وعايزين الطريقه قولولي وانا هكتب له اسهل من كده شويه ميه ودقيق. بس قولوا له انتوا عايزينه ولا ايه وانا انزله لكم على طول. هنا بقى يا حبيبه قلبي طلعت الفرخه كده في طبق زي ما انتوا شايفين، حاجه كده تفتح النفس. وده المخلل اللي انا كنت عاملاه معاكم.
حاجة كده كانت زي بسم الله ما شاء الله اللي بينشري من برّه، وشايفين الخضار هو مش كتير، بس فعلًا الطعم كان روعة. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتقولوا لي رأيكم بكل صراحة، حلو أو مش حلو، وأنا بصراحة ربنا باتقبّل الرأي. باحبكم في الله، ويا ريت كده تدعموني بلايك وتصلّوا على الرسول كده وتستغفروا دايمًا، ويا رب، يا رب يحسن ما بين إيديكم، ويا رب تكونوا دايمًا سُعدا في كل حياتكم كده، وكل حاجة تطلع ما بين إيديكم. وده العيش اللي أنا عملته هناكل بيه الفراخ المشوية دي، فقولوا لي رأيكم، ولو عايزين الطريقة قولوا لي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله، باحبكم في الله.